السلام عليكم. ماذا قال الإعلام المصري والفيفا والكاف بعد فوز المنتخب المغربي على المنتخب المالي والتأهل إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية بالجزائر؟ شاهد ماذا قالوا. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت سعيد ومحب الفوز المنتخب المغربي والتأهل إلى المباراة النهائية، اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد الإنجاز التاريخي للمنتخب المغربي للفتيان بتأهله إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية للناشئين بالجزائر لأول مرة في تاريخه بعد تغلبه على المنتخب المالي بركلات الترجيح، فقد تفاعل الإعلام المصري مع فوز المنتخب المغربي، حيث صرح أسطورة المنتخب المصري محمد زيدان وأدلى بتصريحات لإذاعة الشباب والرياضة المصرية، وقال: لقد تابعت هذه المباراة النارية بين المنتخب المغربي والمنتخب المالي القوي، والتي كان فيها المنتخب المغربي ندا قويا للمنتخب المالي، ولكن عندما ذهبت المباراة إلى ركلات الجزاء، وخاصة عند إضاعة المنتخب المغربي ركلتي جزاء، كنت أشعر بحسرة كبيرة على هؤلاء الصغار المغاربة، وكنت أشفق عليهم، وقلت أن المباراة قد انتهت لصالح المنتخب المالي، ولكن الحارس المغربي صنع المعجزة في هذه المباراة وأحيا آمال المغرب والعرب، وصنع ريمونتادا تاريخية سيتذكرها التاريخ جيدا بتأهل المنتخب المغربي في النهاية إلى المباراة النهائية، فهنيئا لهذا المنتخب القوي. وأنا بصفتي مصري أدعم هؤلاء الفتيان وأتمنى فوزهم باللقب على المنتخب السنغالي. بينما صرح أسطورة الكرة المصرية محمد أبو تريكة وأدلى بتصريحات نقلتها وكالة الأنباء القطرية، وقال: لقد تابعت هذه المباراة أنا وصديقي يوسف شيبو، وكنا متوترين للغاية بعد إضاعة المنتخب المغربي ركلتي جزاء، ويوسف شيبو قال لي أن هذه المباراة قد انتهت وتركنا وذهب، ولكن أنا كنت أدعو للمنتخب المغربي أن يفوز في هذه المباراة. وقلت ليوسف شيبو: انتظر، أنا متأكد أن الحارس المغربي سيصنع المعجزة في هذه المباراة، وهذا ما حدث بالفعل، وكنت أشعر أن المنتخب المغربي هو من سيفوز في هذه المباراة، وبالفعل تحقق هذا الأمل، وسوف أسافر أنا ويوسف شيبو لمتابعة المباراة النهائية بالجزائر دعما لهؤلاء الصغار، وأتمنى فوز المنتخب المغربي ببطولة إفريقيا لأول مرة في تاريخه. بينما صرح رئيس الفيفا انفانتينو وأدلى بتصريحات لشبكة أفريقيا سبورت، وقال: ما فعله المنتخب المغربي أمام المنتخب المالي يحسب لهؤلاء الفتيان الصغار الذين لم ييأسوا أبدا وحققوا المعجزة في ركلات الجزاء وانتصروا بالنهاية، فهنيئا لهؤلاء الفتيان الذين أصبحوا مصدر فخر للعرب وللمغرب بعد تأهلهم لأول مرة إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية للفتيان. وسوف أحضر المباراة النهائية بين المنتخب المغربي والمنتخب السنغالي، فهنيئا لهؤلاء الفتيان. بينما صرح رئيس الكاف متسبي وأدلى بتصريحات لشبكة أفريقيا سبورت، وقال: الكرة المغربية في تطور مستمر بفضل المغربي فوزي لقجع الذي أثبت أنه أفضل رئيس اتحاد في قارة إفريقيا، وبفضل هذا التخطيط الجيد تحقق المنتخبات المغربية نتائج مبهرة في الفترة الأخيرة، وشاهدنا ذلك في كأس العالم ووصولهم إلى المربع الذهبي، واليوم فتيان المغرب ينتصرون ويتأهلون إلى المباراة النهائية، فهنيئا للمنتخب المغربي على هذا الفوز. وفي النهاية، لو أنت محب للمنتخب المغربي اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.